والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة المداخلة كما سمعتم من رئيس الجلسة الدلالات المقاصدية في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الحج. لماذا حديث جابر دون غيره؟ لأن حديث جابر رضي الله تعالى عنه اشتمل أو حوى على رحلة الحج للنبي صلى الله عليه وسلم من خروجه من بيته من المدينة المنورة حتى رجع إليها صلى الله عليه وسلم. طبعا المداخلة تنتظم في مقدمة ومبحثين. المبحث الأول حول نص الحديث وبيان أهمية حديث جابر رضي الله عنه، وهذا المبحث سوف أتجاوزه حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت رجلي، وأتمكن من عرض المبحث المحوري وهو المقصد من هذه المداخلة، وهو مقاصد الحج الواردة في حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر رضي الله عنه هل ورد فيه دلالات مقاصدية؟ نعم، وردت دلالات مقاصدية، كيف لا؟ وكما تقدم ذكره ويتحدث فيه عن الرحلة، رحلة الحج للنبي صلى الله عليه وسلم من خروجه إلى عودته إلى بيته كما قلت في المدينة المنورة. طبعا نص الحديث كما قلت سوف أتجاوزه، ولكن الحديث فقط هو مخرج في دواوين السنة كمسلم وأحمد وأبي داود وابن ماجه والدارمي وغيره من أهل العلم. هذا اللفظ المخرج مطول في هذه المصادر التي ذكرتها، وإلا فهو مخرج أيضا في غير هذه المصادر مقطع حسب احتياجات كل إمام بربطه مع باب الذي يريد أن يخرج فيه المقصود. طبعا حديث جابر له منزلة عظيمة جدا، فهو حديث جليل في بابه وأصل عتيد في بيان أحكام الحج، ولن أتعرض أيضا للحديث حول أحكام الحج، الأحكام الفقهية لن نتعرض لها مطلقا، وإنما سوف أتحدث وأدندن حول ما جاء فيه أو ما فهمته من مقاصد واردة في الحديث الشريف. طبعا أيضا أريد أن أنبه أننا لن أتعرض إلى الكلام حول المقاصد الأخرى الواردة في غير حديث جابر، سوف أكتفي بالحديث عن ما ورد في حديث جابر من المقاصد. حسب دراستي والنظر في الحديث فوجدت أن الحديث اشتمل على مقاصد كثيرة أو محاور كثيرة. فهناك المقاصد العقدية والمقاصد الأخلاقية والمقاصد التربوية الاجتماعية، وأيضا هناك مقاصد صنفتها وقلت مقاصد إضافية حيث أنها لا تنتظم تحت هذه المقاصد. المقاصد العقدية طبعا تحقيق العبودية لله تعالى من أجل حماية جناب العقيدة، وهو من أوجب الواجبات على المسلم عموما وبخاصة على الحاج. لما رأيت وقلبت النظر في حديث جابر رضي الله عنه وجدته جاء للدلالة على هذا المقصد العظيم وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، المقصد العقيدة. أولا تحقيق التوحيد الخالص، وهذا المقصد يظهر من بداية التلبية بالحج حيث يلهج الحاج بذلك. قال جابر رضي الله عنه، طبعا أنا سوف أقتطع من الحديث ما يتناسب مع ما رأيته من مقصد التوحيد. قال فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أول ما يلهج أو أول ما يبدأ الحاج يبدأ بهذا المقصد، بتحقيق هذا المقصد العظيم وهو توحيد الله سبحانه عز وجل. فالتلبية شعار الحج، والمقصد منها إظهار الانقياد لله سبحانه وتعالى، وكأن الحاج يقول انقدت لك يا ربي وخضعت جوارحي وجئتك ساعيا ذليلا لك وحدك لا شريك لك. وصيغة التلبية في الحقيقة المتقدمة فيها إظهار أيضا مخالفة المشركين وإظهار التوحيد كما ذكرت أيضا. حتى لا أطيل، هناك أمثلة كثيرة أو بعض المقاطع في الحج أو في حديث جابر للدلالة على هذا المقصد سوف أتجاوزها، إذ المقصود الإشارة إلى
وجود هذه المقاصد. وستجدون بإذن الله تعالى المحاضرة كاملة بكل ما فيها وتفاصيلها عند طباعتها. الأمر الآخر تعزيز عقيدة التوحيد والولاء والبراء من المشركين. يظهر ذلك يعني الصلاة خلف مقام إبراهيم، صلاة بركعتين، الأولى يقرأ قل يا أيها الكافرون، والثانية بقل هو الله أحد، وفي ذلك تحقيق للتوحيد وبراء من المشركين. أيضا الصلاة وراء مقام إبراهيم خاصة، مع العلم أن جواز صلاة خلف في أي مكان في مكة، لكن الصلاة وراء مقام إبراهيم له دلالة يعني أن الإنسان ولاؤه لأهل التوحيد ولإمامه وهو إبراهيم عليه السلام. الأمر الآخر إظهار التوحيد ورفع الصوت بشعاره في الدعاء على جبل الصفا والمروة. فالمأثور في حديث جابر يقول: ثم خرج من الباب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من باب الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: أبدأ بما بدأ به الله، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في ذلك المقام يفعل ذلك 3 مرات على الصفا والمروة. طبعا هذا الدعاء يشمل التوحيد الخالص لله سبحانه عز وجل، بل هذا الدعاء شمل على التوحيد الألوهية، تخصيص العبادة لله عز وجل، وتوحيد الربوبية وهو في قوله عز وجل: له الملك وله الحمد، وأيضا اشتمل على توحيده سبحانه عز وجل في أسمائه وصفاته. الأمر الآخر غرس عقيدة التوكل على الله تعالى في قلب الحاج، وأن رزقه بيد الله تعالى مع ضرورة الأخذ بالأسباب، وذلك يظهر في قول جابر رضي عنه حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى. يعني فإن المقصد من ذلك أن يستلهم الحاج هذا المعنى من قصة هاجر رحمه الله تعالى بعد أن تركها إبراهيم عليه السلام وإسماعيل في واد غير ذي زرع، وكيف أنها توكلت على الله تبارك وتعالى، وأنها لما سألت إبراهيم: لمن تتركنا؟ قال: لله، فرضيت بالله سبحانه عز وجل، وأن رزقها مضمون. المقصد الآخر أو المطلب الثاني المقاصد التعبدية. طبعا التعبد هو التذلل والتنسك لله سبحانه عز وجل والخضوع له. يظهر هذا في حديث جابر بالعموم، بل هو في جميع أفعال الحج غير التعبدية أو غير المعقولة. يقصد منها تربية المسلم على الخضوع لله سبحانه عز وجل، كالطواف 7 وتقبيل الحجر الأسود إلى غير ذلك. الأمر الثاني التلبية بالحج من العبد، فإن الحاج يترك ماله وأهله ودياره ليحقق الخضوع الكامل والاستسلام لله سبحانه وتعالى والإذعان لمولاه عز وجل. الأمر الآخر الثالث صبر الحاج عموما الذي تحلى به في رحلته إلى الحج في سبيل مرضاة الله تعالى وتحقيقا لعبوديته له، كما ظهر في حديث جابر أيضا. المقصد الثالث أو المحور الثالث المقاصد الأخلاقية والاجتماعية، تظهر في تحقيق المساواة بين المسلمين في اختلاف بلدانهم ومشاربهم، وذلك عموما في حديث جابر من خلال اشتراك جميع المسلمين في الإحرام من الثياب والوقوف بعرفة وغيرها من المشاهد المشتركة في الحج. أيضا غرس الأخلاق الاجتماعية التي من شأنها دفع التنازع وبث الرفق، فيظهر ذلك في حديث جابر لما قال: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، وغير ذلك من الأمثلة. أيضا فيه خلق التواضع، حيث أردف النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل رضي الله عنه وراءه تشجيع دوام الموافقة بين الزوجين وإيجاد المخارج والحلول لأي خلاف بينهما حفاظا على استقرار الأسرة، ومنه تماسك المجتمع. هذا المقصد يظهر في قول جابر رضي الله عنه: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقال: إن أبي أمرني بهذا. قال علي: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت،
مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. أيضا إشاعة الأمن والأمان بين المسلمين وفرضهما على المجتمع وضمان حقوق الناس وحفظ الاستقرار، يظهر ذلك في حديث جابر حينما قال: فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، الحديث الطويل. صيانة الأسرة من التفكك، وذلك بسن القوانين الحامية لهذا الكيان من الخراب وتحويطه بسياج منيع يدفع عنه كل دخيل من شأن زعزعته، ويضمن حقوق الزوجين. ولا شك هذه الوقاية تنسحب على سلامة المجتمع أيضا من التصدع، ويظهر ذلك في حديث جابر عندما قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، إلى الحديث، إلى كامل الحديث. المطلب الآخر في المقاصد التربوية، يظهر ذلك حتى أمر على طول الأمثلة: تنشئة المسلم على تقديم ما قدمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، يظهر ذلك في حديث جابر لما قال: أبدأ بما بدأ به الله، وفي رواية: ابدأوا بما بدأ به الله، حث منه صلى الله عليه وسلم على هذا المبدأ والمقصد العظيم. والمقصد من ذلك كله تربية المسلم على البدء في كل شؤونه التعبدية بما بدأ الله تعالى وتقديم ما قدمه الله تعالى تحقيقا لكمال العبودية الذي هو مقصد عام لجميع العبادات كما تقدم. تنشئة المسلم أيضا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذلك في حديث جابر حيث قال رضي الله عنه: فقدم المدينة بشر كبير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنهم كلهم، حتى خرج النساء، حتى خرج كل الجميع ليأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتجدون تفاصيل هذه النقطة بالذات في المحاضرة حتى لا أطيل. تربية المسلم على التخطيط الاستراتيجي، كيف يظهر ذلك؟ لما قدم المسلمون في بداية حجهم رأى المشركون قالوا: هؤلاء خرجوا سوف يعني يظهر منهم التعب بخروج من حروب إلى غير ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل. وإن كان بعض العلم قالوا هذا ليس من أجل قريش، وإنما فعلوا هذه سنة، ومن أهل العلم من يقول هذه ليست سنة، ولكن المقصود من ذلك أن يتذكر المسلم أن هؤلاء المسلمين جاءوا بخطة استراتيجية، وهي أنه حتى لا يظهرون ضعفهم للعدو، ففي هذا تربية المسلم على التخطيط أيضا. وتجدون أيضا هناك كلام طويل وتحقيق في ذلك في المداخلة. تربية المسلمين أيضا على مخالفة المشركين في عباداتهم، ويظهر ذلك من قول جابر رضي الله عنه: ثم مكثوا قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة إلى أن قال إلا أنه ولا تشك قريش إلا أنه واقف على المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، يعني خالف المشركين في ما كانوا يخططونه للنبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الأخير وهي المقاصد الإضافية، مقصد التيسير، ويظهر ذلك في تنوع النسك نفسه، فمنهم من يحرم قارنا، ومنهم مفردا، ومن متمتعا، وفي ذلك تيسير على المسلمين. فلو كان الأمر بنسك واحد للجميع ربما شق ذلك على المسلمين. بيان أيضا أن الكتاب والسنة معصومان. كيف يظهر ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد في حديث جابر طبعا: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بكتاب الله، وأما قول وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون. لا شك أن بذلك المراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في قول جابر لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرت به ضغن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل. الحديث بطوله. الحديث فيه مقصد وهو بيان أن وجه المرأة ربما ليس بعورة، أيضا بيان أن بعض المعاصي الذي يتلبس بها المسلم كإمعان النظر في المرأة لا يفسد أيضا الحج، خلاف ما يتصوره كثير من الناس. في الأخير أريد أن أنبه إلى، قبل أن أتلو عليكم النتائج، أريد أن أنبه إلى شيء. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما يقول الله عز وجل: الأشهر، دقيقة واحدة انتهى الوقت. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.